باش نوجدوا هاد الفطيرة المالحة اللي كتكون معمرة بالكفتة وكذلك الخضر. ندوزو الفيديو باش تشوفوا طريقة ومقادير ديال التحضير ديال هاد الفطيرة. السلام عليكم، مرحبا بكم عند فاتن الملاليه. اليوم غادي نوجدوا خبيزات معمرين بحشوه مالحه اللي كيطيبوا في الفران كيوجدوا بسرعه بواحد العجينه سهله، وكذلك مقادير اللي تيكونوا بساط وسهلين وبامكان الجميع يديروا هذه الوصفه هذه. اول حاجه غادي نديروا الدقيق كنديروا زلافه ديال الفورص اللي هو الدقيق الابيض، كنديروا زلافه لاروب ديال الدقيق اللي تيكون على هذا الشكل، الدقيق الكامل. كنديروا معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، معلقه كبيره الزبده، وكنديروا معلقه كبيره سكر سنيده على هذا الشكل، وكنديروا كذلك كاس ديال الحليب يكون عادي ما يكونش دافي. ندوزو المقادير ديال الحشوه. بالنسبه للحشوه كنحتاجوا الكفته، تقدروا ديروا لدان، تقدروا ديروا الطون، اي واحد والمستطاع ديالو وشنو كيبغي. هنا غادي نديروا الكفته ديال اللحم، غادي نحتاجوا راس كبير ديال البصله وكنقطعوه على هذا الشكل هذا. غنحتاجوا الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر، كذلك الفلفل الاصفر. هنا اختياري، بالنسبه للفلفله اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي مبغاش يديرها يقدر يستغنى عليها. بالنسبه للتوابل غنحتاجوا الابزار، خرقوم، ملح، سكينجبير، وهنا تحميره اللي هي الفلفل الاحمر الحلو، وهنا غادي نحتاجوا الزعتر كيف ما كتشوفوا معايا. نقربوا لكم، كنحكوه وكنديروه في الحشوه. وغادي نحتاجوا كذلك معلقه ديال الخل. غادي نخلطوا العجين هو الاول، وغادي نديروا الحشوه ديالنا تطيب ونرجعوا معكم. ودابا غندوزو باش نعجنوا العجين. غادي نديروا الدقيق، الخميره، الملح، وكذلك السنيده. غادي نخلطوهم وكنديروا الزبده. غنبداو نعجنوا بالحليب، وفاش غادي نكملوا الحليب غادي الا خصنا العجينه خاصها شويه ديال الماء باش نعجنوها، ضروري غادي نزيدوا الماء، نكملوا بالماء. غادي نستمروا حنا كنخلطوا بيدينا العجين حتى كتجمع لينا العجينه ونرجعوا معكم. غادي نخليوها ترتاح تخمر ونرجعوا معكم. دابا من بعد ما خمرت العجين كيف ما كتشوفوا غادي نقسموها على 4 ونرجعوا معكم. ودابا من بعد ما قرصنا العجين ديالنا على هذا الشكل، درنا على 4 القطع وقرصناها على شكل دوائر. غادي نبداو من بعد ما تندهنوا المقله بالزيت، كنوضعوا الخبزه على هذا الشكل. الطبقه الاولى
لان غنديروا جوج طبقات. كنبداو نوضعوا الحشوه ديالنا على هذا الشكل، كنوزعوها في الوسط ونخليو واحد شويه في الجناب خاوي. باش نديرو الطبقه الثانيه وكنزديوها من الجنب. كيف ما كتشوفوا دابا غندوزو الطبقه الثانيه، غادي نحطوها وتكون هكذا مقاده، وحنا كنبداو نخدموا فيها وفي نفس الوقت كنبداو نوضعوا الاصبع ديالنا في الجانب ديال العجين. الا كانت ما مقاداش كنقادوها وحنا كنبركوها هكا باش تجي مقاده، وفي نفس الوقت كيخرج داك الهواء. حنا ضروري غادي ندهنوها الوجه ديالها بالبيض وكنزينوها. كذلك غادي نديروا العجينه الاخرى ونرجعوا. دابا غندهنوا الوجه ديالها بالبيض كيف ما كتشوفوا، وغادي نزينوها بالزنجلان. الوجه كله كيتغطى بالبيض. كذلك الخبيزه الاخرى هادو نقدروا نحتاجوهم في رمضان، في الكوتي بحال هكا في العشاء. كنتي حرتي ما عرفتيش اشنو ديري للعشاء تقدري ديريها خفيفه، وصفه خفيفه في ساع كتوجد. والحشوه راه اختياريه، كديري الحشوه اللي بغيتي. كنغطيوها كامله الوجه ديالها كله. من بعد ما كنغطيو لها الوجه ديالها كنديروها على هذا الشكل. كنقسموها الوجه ديالها على 4، كنفلحوها وكنبداو نزينو بالزنجلان. عندنا الزنجلان اللي تيكون طبيعي على هذا الشكل، وعندنا الزنجلان الاسود. التزيين حتى هو اختياري. كذلك حتى هذه غنديروا نفس الطريقه. حنا كنزينوا كنوضعوا في كل طبقه كنوضعوا فيها زنجلان. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، كتجي رائعه، كتعجب الناس كاملين. وغادي ندخلوها الفران. من بعد ما كتضاعف الحجم ديال هذه الخبيزه هذه، فاش كنبغيو ندخلوها الفران وكتخمر وكنبغيو ندخلوها كنثقبوها واحد التقيبه صغيره باش ما تنفخش وكتولي طبقه بعيده على طبقه. كنثقبوها حتى كنبغيو ندخلوها الفران، كنثقبوها واحد التقيبه بحال هكا صغيره من الوسط، كندخلوها الفران. ومنين طيب غادي ندوزو باش نوريكم الشكل النهائي.